شوف جماعة الخير، شوف خبر غير صار في القانون جديد. الناس اللي بغات تستثمر في اسبانيا وما همش من الاتحاد الاوروبي، هذا القانون الجديد كيقول لك نعم سيدي، الناس اللي غيشريو دار الحكومه خلطت عليهم واحد الضريبه باش يتحول الملكيه، يعني غتسقام لك نفس الثمن اللي شريتي به. مثلا كما كنعرفوا كاين واحد الضريبه ملي كتكون واحد 10% 6%، هذيك نورمال لا حرج عليها. ولكن الا بغيتي تبدل الملكيه يعني خصك تخلص نفس الفالور الدار اللي شريتيها. مثلا انت شريتي واحد الدار 100,000 200,000، المهم دبر راسك على حسب شيمك، راه وجد راسك غادي تخلص فيها نفس الثمن. يعني الا كنتي شريتي ب 100,000 غتخلص الضرائب 100,000 200,000 200,000 باش ما شريتي غتخلص. وهذا الناس المعنيين بالامر غير الناس اللي ما همش من الاتحاد الاوروبي. يعني كنتي من الاتحاد الاوروبي اسبانيولي فرنساوي بلجيكي، يعني ممكن تشري وما يطبقش عليك واحد القانون هذا، ولكن غيطبق عليك واحد القانون واحد اخر. يعني حتى هو الا ما كنتي ساكن مستقر في هذيك الدار، كاينه واحد الضريبه واحده اخرى حتى هي ما شاء الله عليها ماشي سهله، وغادي نهضر عليها في فيديو واحد اخر. الحكومه علاش عملتها دائما باش تقلل ازمه السكن اللي كاينه في اسبانيا، وهاد التدابير كتعملها باش الناس الاجانب باش يشريوش الدار، لحقاش باش ما يشريوش الديور. لحقاش الا قلت لك واحد 2004 80% ديال الناس اللي شراو الديور 2024 ما راهمش اسبانيول. وهذا اسبانيا عملت هاد الحيله هذه باش تقلل من انسان اجنبي يشري دار ويحرم على واحد اخر. وهذا ما كان الله يعاون الجميع. كاين بلدان الله بميت شريح حتى هما باقي ما داروا قانون كما كتعرفوا في اسبانيا وبزاف دول الاتحاد الاوروبي فيهم ازمه السكن، وكيفتحوا على حلول والله يسهل للجميع.